السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا احمد جمال؟ الرسالة دي لاحمد جمال. عامل ايه يا حبيبي؟ انا انا قد اكبر من مامتك، يعني يمكن قد تيتا. انت ابن بنتي الغالي، بعزك جدا جدا جدا، انت واخواتك كلهم، وباجي على زعلكم. يعني يوم ما مسكوك كذا ما انا اتضايقت، والله عيطت عشانك كتير. بقيت ازاي انتوا ناس طيبين وبتاع ربنا يقولوا عليكم كده؟ الظلمة. انت مظلوم يا حبيبي، انت ان شاء الله ربنا هيقف جنبك، انما الظالم ده عمر ربنا ما يقف جنبه. ده بالعكس، هيشوف اذا كانش هيشوف في الدنيا، هيشوف في الاخرة. يعني هم هيشيلوا الدنيا بس، المفروض يعيشوا الاخرة، يعرفوا ان اخرتهم ايه، يعرفوا ان اما يجري لهم حاجة ربنا هيحاسبهم ازاي، عشان هم ظلمة عايزين يسجنوك وخلاص. ده انت ابو ابنها. لو تفهم كده كويس، عشان الحب اللي هو اللي بتاع الامارات ده بتحبه، وعمال يهددها لو ما اتحبستي مش هجوزك. لا، كانش ياخدك عشان نفسك انت وبيحبك انت وعايزك انت. بلاش منه، بلاش منه. انما يقولك احبسه وبعدين اتجوز. ايه احبسه وبعدين اتجوز؟ وعمل له ايه؟ عشان حتى لو شتمه، ما هو شتمه كتير خلاص. انما ده ابو ابنك، المفروض انت تخافي عليه اكتر، عشان ابنك نفسه. ابنك هيكبر هيشوف امه عملت ايه في ابوه، مش هيسكت ومش هيسيبك، وهيزعل منك انت وسته. مامتك ترضى على اولادها الصبيان تبهدلهم بالطريقه دي؟ ترضاها؟ ها لما يطلق ايه؟ يطلق؟ طب ما الدنيا كلها اتطلقت، ما بيعملوش كده ليه؟ والله العظيم انا بنتي متطلقه بقالها اكتر من 10 سنين، وسايبهم كانوا 3 وسايبهم اطفال صغيرين، والناس كلهم يسلطوها. يا بنتي لازم ترفع عليه نفقة، ده ما بيصرفش على عيالك، و3 وما بيصرفش عليهم. وهي كانت لسه بتشتغل، هي معاها دلوقتي ماجستير، دلوقتي محاسبة. فهي كان هو شنغاني ومعاه، كان قاعدة في البيت، كان مجرقهم صراحة فلوس. ولما جه اما عرفت ان اتجوز طبعا وكده، زعلت من غير ما يقول لها ولا تعرف، فجأة فالقصد اتطلقت منه. فبقى بقاش يبعت لها فلوس ولا، وخد كل اللي حيلتها. كان جايب لها شقة 350 متر، اما يمشي خدها، باعها. عربية وباعها، ذهبها كتير وبنتها وباعها، خلاها على الحديدة. في الاخر يعني ما لقيت نفسها احتاست، دورت على شغل واشتغلت، بقت مدرسة، وهي اب وام وكل حاجه لاولادها، وربيته متخلف. واحد يا عيني الكبير كان في ثانويه عامه مات، توفى. واحد في الجامعه والتانية في اولى ثانوي، وهي قاعده عليهم، وهي بتشتغل بتكافئ عليهم. هل هي اشتكته بقى؟ راحت اشتكته؟ والله العظيم كتير يا بنتي، يا بنتي. تقول لا عشان ما يتحبس، ده ابو عيالي، ده في وش عيالي، مرضلوش كده. وكانت بتموت فيه، مش هقول لك بتموت فيه. فعشان ولادها شالت خاطر عيون ولادها، وهو نفسه بيحترمها جدا عشان لقاه وما اشتكتوش. واقفة جنب عياله، بس ما بيبعتش مصاريف اللي بكل حاجة. هي احنا واحدة كده تقول كان عندها 3، يعني تقول اشتكيه واخد من عينه واعمل، ابدا. ليه؟ عشان بص لولادها، في الاخر هتعايروا بابوهم. ابوك كان محبوس قبل كده، ابوك مش فتعمل حساب كده. هي تعمل حساب كده المفروض. انما تحبسك كذا مره عشان التاني يقول لها لما يتحبس اتجوزت. طب ما انت اتحبست وقعدت كام يوم، ما اتجوزهاش ليه؟ ده حجه، هو مش عايز يتجوزها بس بيتحجج بيك. ربنا يهدي،
ربنا يهديها ويهدي امها ويسعدك يا ابني يا رب، ما تشوف حاجه وحشه ابدا. وربنا ان شاء الله هيقف جنبك عشان انت مظلوم، انت مظلوم فعلا. انا ليل ونهار ادعي لك، والله العظيم ليل ونهار ادعي لك. واول ما اعرف انت طلعت ورا ليه بتبعكوا على طول. وانا معاكم من سنين، من ساعه ما اسماء مسكت، وساعه ما اتطلقت من جوزها الاولاني وبنتها صغننه. انا متابعكم من زمان. وانت لما فتحت والدتك ووالدك وشو بشوف شيماء وبشوفكم كلكم. ليه؟ عشان انا بحبكم، انا بحبكم جدا. عشان انتوا الناس، وباباك راجل محترم بتاع دين بتاع ربنا. يعني شايفينكم بتاع ربنا، شتموا في ابوك اللي هو بتاع ربنا، شتم في امك المحترمه. دي امك محترمه جدا جدا جدا، واخواتك ما شفتش عنهم حاجه وحشه، ولبسهم محترم، وهم كلهم محترمين صراحه. ما العين ما بتكرهش غير الاحسن منها. فعشان هم شايفين هم احسن منها، شايفينكم احسن منهم، عشان كده بيعملوا فيك كده. انما يعملوا فيك ويخلوهم هناك يضربوك، ده قله ادب. ان شاء الله يا رب ربنا تطلع من كل حاجه براءه خالص يا رب، يا رب. والعربية وتبقى براءة بتاع قضية الفرح دي، يا رب تطلعوا براءة كلكم انتوا واخواتك كلكم، يا رب تبقى براءة يا رب خالص. والقواضي اللي عاملينها تاخد براءة خالص يا رب، عشان انت مظلوم فعلا، وربنا مع المظلوم مش مع الظالم. الظالم بقى يا ويله من ربنا، انما مظلوم ربنا مع المظلوم. وسلمنا على اسماء، والله زعلانه عشانها قوي، حظها عين والله ضربت فيها البت دي. أمورة ورقيقة وطيبة وحنينة، وهو شريف كان بيحبها جدا جدا. معرفش عين دخلت فيهم ولا ايه ده. ربنا معاها يا رب بقى، ربنا معاها، ربنا معاها. سلمني عليها وعلى والدتك قوي وعلى باباك وعلى اخواتك كلهم. سلامي للجميع، وربنا معاكم كلكم، وربنا معاك يا ابني، ويقف معاك يا رب، وتطلع براءة من كله وتغيظهم. بس انت بقى امسك نفسك شويه، ولا ترد عليهم خالص، عشان بيتلككوا لك، عايزين يلفقوك التهمه باي طريقه. فاعمل نفسك مش سامع، خليك احسن منهم، خليك احسن منهم. فربنا معاك يا ابني، ربنا معاك يا رب. مع الف سلامه.